السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة 16 يناير 2023. البنك المركزي نزل بيان صحفي اتكلم فيه عن اللي حصل في سوق الصرف من يوم الأربعاء لحد النهاردة، وقال إنه حصيلة النقد الأجنبي في البنوك زادت، سواء من السوق المحلي أو من السياحة أو من تحويلات المصريين بالخارج أو من المستثمرين الأجانب. المستثمرين الأجانب بقى يتحولوا كام فلوس؟ 925 مليون دولار. طيب انا قلت في الفيديو اللي قبل اللي فات بتاعي لما اتكلمت عن التعويم وعن سعر الصرف انه نظام الشهادات الحالي بتاع ال 25% ونظام سعر الصرف بالطريقه دي استحاله ان هو يجذب مستثمرين اجانب. ولو انت ما شفتش الفيديو تقدر تشوفه من اللي فوق عشان تفهم استحاله ليه. انا هناك شرحت شرح محاسبي تقدر تشوفه وتفهم، ولكن اختصارا استحاله بسبب انه تغير سعر الصرف هيخلي المستثمر الاجنبي خسران. يعني هتحول ال 1000 دولار بسعر 30 جنيه النهارده، تيجي كمان سنه تحولهم بسعر 40 جنيه، يبقى انت خسرت الدولارات بتاعك. ال 40 جنيه مش هيرجع نفس الفلوس، مش هترجع 1000 دولار، هترجع اقل من ال 1000 دولار. وزي ما قلت تقدر تشوف الفيديو فيه شرح كامل. لما قريت بقى بيان البنك المركزي عرفت ازاي المستثمرين الاجانب جم. ان البنك المركزي قايل ايه في البيان بتاعه؟ قايل زي ما هتقروا كده: اشار البنك المركزي الى ان البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات الماليه بسوق الصرف بهدف تقديم خدمه ماليه متكامله تتيح لعملاء البنك التحوط ضد مخاطر تذبذبات اسعار الصرف. يعني ايه بقى الكلام ده؟ المشتقات الماليه او عقود الاوبشن او العقود الاجله هي دي اللي خلت المستثمرين الاجانب يجوا، وهي على فكره هتبقى برضو مفيده للمصدرين او المستوردين المصريين. هي بالبلدي وباختصار عباره عن، في رايي انا، قمار او مراهنه. انت دلوقتي راجل مستثمر اجنبي هتيجي تحول الدولارات بتاعك لجنيهات علشان تشتري شهاده ال 25%، وانت خايف لما يجي ميعاد استرداد الشهاده بدل ما الدولار انت شاريه النهارده ب 30 انت خايف انه يجي بعد سنه تلاقي الدولار ب 40 جنيه، تبقى انت خسرت. فانت عايز تتحوط ضد الحكايه دي، فبتتفق مع البنك تقول له انا هبيع لك الدولارات النهارده وهاخدهم منك دولارات بعد سنه بسعر صرف 30 جنيه. انا طبعا ببسط، البنك بيعمل معادله بالحكايه دي، ولكن انا اظن يعني ان المستثمرين الاجانب اللي جايين بملايين بيبقى الاتفاق معاهم، بيبقى فيه اتفاق معاهم، ما بيبقاش الامر يعني متروك لمعادلات. لا، ده ممكن حتى يكونوا بعد سنه ياخدوا الدولار ب 29 جنيه، الله اعلم، انا ما اعرفش، انما ده توقعي الشخصي. ولكن عشان نشرح العمليه بتتم ازاي، المفروض ان المعادله دي بتبقى مكونه من سعر الصرف الحالي وسعر الفايده او التضخم في مصر وسعر الفايده او التضخم في امريكا، وبيتعمل معادله تطلع لك السعر ايه اللي البنك ممكن ياخد منك يديك بيه الدولار بعد سنه او يشتريه منك بعد سنه. للتبسيط هنقول ان البنك اتفق مع المستثمر الاجنبي للدولار بعد سنه هيدوله ب 30 جنيه. كده بقى المستثمر الاجنبي ده محصن ضد التغيرات في سعر الصرف، الدولار يطلع الدولار ينزل، هو هياخد الفلوس بالفايده يحولهم بال 30 جنيه اللي هو شاري بيهم، يبقى هو كسب الفايده وخد بعضه ومشى مبسوط. تعال نفترض بقى انه بعد سنه سعر الصرف الحقيقي بقى 20 جنيه. تعالوا نشرح بالارقام علشان تفهموا. يلا بينا. زي ما هتشوفوا كده في الجداول دي، احنا النهارده في 2023، المستثمر الاجنبي جاي ومعاه 1000 دولار، سعر الصرف بتاعهم في السوق 30 جنيه، ده السعر الحقيقي. لما يحولهم جنيهات يعملوا 30000 جنيه، هيحطهم في شهاده ال 25% يطلع المبلغ بالفايده 37500. هيعمل الاتفاق مع البنك بعد سنه انه هيشتري الدولار بسعر 30 جنيه، هيروح الراجل بعد سنه للبنك يديله 37500 جنيه وياخد منه على سعر صرف 30 جنيه 1250 دولار. كده الراجل المستثمر خد ال 1000 دولار بتاعه وعليها 250 دولار مكسب ومشى ومبسوط وكله تمام. نفترض بقى بعد سنه ان سعر الصرف ده له احتمال من اتنين، يا اما انه نزل عن ال 30 يا اما انه زاد عن ال 30 او فضل ال 30. فضل ال 30 دي حسبناه. طب لو سعر الصرف بعد سنه بقى 25 دولار، المستثمر ده هياخد في ايده كام؟ هياخد في ايده 1500 دولار. يبقى المستثمر ده لو ما كانش عمل العقد الاجل كان زمان وطلع كسبان اكتر من الفلوس اللي اخدها لما عمل عقد الاجل. بدل ما ياخد 1250 دولار ياخد 1500 دولار. طب ما في احتمال تاني، سعر الصرف بعد سنه يكون ازيد من ال 30. لو في سعر الصرف بعد سنه مثلا ب 40 دولار، يبقى المستثمر لو ما كانش عمل العقد الاجل كان هياخد 937 دولار ونص، يعني كان هيطلع خسران. هنا المستثمر عمل عقد اجل امن نفسه. طب نيجي بقى للمصدر المصري، راجل مصدر مصري جاي له فلوس من بره وخايف ان سعر الصرف ينزل. المصدر المصري يا سيدي 1/1/2023 هيروح للبنك ويقول له يا بنك انا هيجي لي 1000 دولار كمان سنه، ينفع تاخدهم مني على سعر 30؟ فالبنك يقول له تمام، ويجي الراجل كمان سنه ياخد منه 30000 جنيه مقابل ال 1000 دولار. حلو، نفترض بقى انه كمان سنه سعر صرف الدولار ده بقى 25 جنيه، يبقى المصدر المصري ده هو الراجل المصدر ده كان هياخد كام؟ كان هياخد 25000 جنيه، يعني كان هيطلع خسران 5000 جنيه. يبقى العقد الاجل كسبه. طب نفترض برضو بعد السنه ان سعر الصرف بقى 40 جنيه، يبقى الراجل المصدر ده هو
اهو كان هياخد 40,000 جنيه وبسبب العقد الاجل خد 30,000 جنيه، يبقى خسر ولا كسب؟ يبقى خسر. فعشان كده انا قلت ان الموضوع ده عبارة عن رهان، انت بتراهن على سعر العملة في المستقبل، والبنك مخاطرته صفر، لان البنك كل اللي هو بيعمله انه بيوفق الناس مع بعضها. كمان المستوردين هيستفيدوا من الحكايه دي، ان دلوقتي المستورد مش عارف يحدد قيمه يعني انا عايز احدد تكلفه المنتجات بتاعتي، مش عارف احددها لان انا هستورد منتجات وسعر الدولار كل يوم بشكل، وانا عندي ميعاد اللي انا بستورد فيه هيبقى كمان 6 شهور، محتاج ان انا استورد منتجات. فالمخازن اللي عندي دلوقتي انا مش عارف اسعر سعر المنتجات اللي فيها، لان لسه مش عارف انا هستورد بكام كمان 6 شهور. الحل ايه؟ ان انا اروح للبنك اقول له بص بقى، انا كمان 6 شهور هحتاج ان انا اشتري منك الدولار، هشتري منك على سعر 30 جنيه وبسعر مخزوني اللي موجود في المخازن النهارده بسعر 30 جنيه. فانا كده خلاص. لما اجي بقى للمستقبل، نيجي بقى للسؤال، هو الدولار بقى بكام؟ لو الدولار في المستقبل بقى ب 20 جنيه يبقى انا خسرت ال 10 جنيه الفرق، ولو الدولار في المستقبل ب 40 جنيه يبقى انا كسبت ال 10 جنيه الفرق. فالموضوع بيبقى قمار ومكسب وخساره، البنك بيوفق الروس في بعض وبيطلع هو من الموضوع ياخد عمولته. وده كان شرح للعقود الاجله او لعقود الاوبشن او المشتقات الماليه. اتمنى تكونوا فهمتوه. لو عندكم اي سؤال تاني يخص الموضوع ده او يخص اي موضوع مالي تاني اسالوه، سيبوه في الكومنتات وان شاء الله اقدر ان انا افيدكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. سلام عليكم.